يا اخواتي، احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كالعاده رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس، وكل الناس طلبته مني. فيديو النهارده بيتكلم عن طريقه سحب كل شيء من التليفون، كارت الاتصال، مكالمات، اي حاجه على التليفون. فيديو النهارده بيتكلم عن حاجات مهمه جدا جدا لكل الناس. بس قبل ما ابدا في الفيديو، متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك حلو كده وشير الفيديو. تمام. كل اللي هتحتاجه التطبيق ده تطبيق الادمن، وده التطبيق الضحية. تمام. اللينكات هسيبها لك اول تعليق، وطريقة التحميل موجودة في الوصف بالنسبة للناس ما بتعرفش تحمل. وكمان رقمي والحساب التليجرام موجودين في البايو بتاع القناة، فلو في اي مشكلة اتواصلوا معايا. تمام. اول حاجة، كل حاجة نخش على البرنامج ده اللي هو بتاع الادمن ده. تمام. هتستنى لحد ما يحمل، هيفتح معاك بالواجهة دي. طيب ايه ده بقى؟ ده هنخش هنا، المفروض هنخش هنا، هي دي كل الواجهة بتاع البرنامج. هنخش على رابط صندوق الجيميل. تمام. وهنختار تليجراف، هيدخلنا على بوت يعني كده. تمام. استنى لحد ما يحمل، هيفتح معاك البوت بالواجهة دي. طبعا هنا كده هيجيلك كلمة، تحت كده هيجيلك كلمة بدء. انا هنا عشان كنت مشغله قبل كده فيجيلي كلمة اعادة تشغيل. طيب هندوس على كلمة اعادة تشغيل. تمام. هيفتح معاك بالواجهة دي، نترجم، ترجمة. يقول لك ايه؟ يقول لك مرحبا بك في كذا كذا، اكثر ربطات البريد الالكتروني ترجمة على التليجرام، ارسل كذا للحصول على عنوان البريد المزيف. فاحنا هندوس على الكلمة دي اللي هي. تمام. طيب نترجم، ترجمة، او حدد المجال اللي تريد شايف فيها عنوان بكل رئيس كنت أرى في مجال خاص، فهنختار اني واحدة اللي هي الاولى دي HIIN. طيب ده الجيميل اهو. تمام. هناخد الجيميل ده نسخ. طب ايه فايدة الجيميل ده؟ بص يا برو، هتطلع كده، ده التطبيق ده تبعته للدحيح وتقنع الدحيح يثبته وتقول له ان ده تطبيق ارقام فيك. تمام. هيخش على التطبيق كده، طبعا هيفتح معايا بالواجهة دي. هيدوس على كلمة متابعة، هيدوس على كلمة حسنا. طبعا ده كلها اعلانات، فهندوس هنا كده نيكست ويز ريبل سيتنج. طيب إيه المفروض بقى تخلي الضحية يعمله؟ اول حاجة، هو اصلا عشان التطبيق يشتغل لازم اتفعل 3 علامات الصح دول. تمام. 1 2. طبعا هيدوله صلاحيات، فهو ما يدوله كل الصلاحيات. لحظة. تمام. استنى، وهندوس على كلمة موافق. وبعد كده هنعمل ايميل تالت وندوس اوكي، وهيديله كل الصلاحيات. تمام. طيب هو المفروض ان هو يديله كل الصلاحيات كده. لحظة. توب ايميل، استخدام توب ايميل. استنى. طيب نرجع كده، نرجع نرجع تاني، ندوس على نيكست ويز بروسيسنج. نروح عاملين كده محددين ده كله. هو اهم حاجة الاولى. تمام. خش كده. طيب بعد كده نعمل ايه؟ هندوس هنا، نحط هنا، نخليه يحط البريد اللي انت اخدته نسخ، وهتكتب تحت البريد التاني، وبعد كده هتخليه يدوس على كلمة انشاء رقم. تمام. بعد كده هيفتح معاه بالواجهة دي، هندوس على كلمة تم. فهنطلع كده، نخش على البوت هنا، وهنستنى لحد ما يحمل. هندوس على كلمة اي دي. هو كده بعت لنا ده، ده اللي هو تالت واحد احنا انشأناه. تمام.
طيب ندوس هنا على التلات شريطات اللي تحت دول، وهندوس على تالت واحدة اللي هي 6. تمام. طبعا دي كل المعلومات بتاع الضحية. اللي يهمنا ايه؟ اللي يهمنا الرابط ده اهو، دول اهم حاجة. طيب ايه دول بقى؟ بص يا برو، كل اللي عليك ان هو بعد ما الضحية هيخش هنا، تمام، هيجيلك كل الداتا بتاعته دي، فانت هتخش عليه، هتخش على الرابط ده. تمام. الاول حاجة هناخد الايميل ده نسخ علشان نحتاجه، والباسورد نسخ. فلحظة نفتح الكيبورد كده، هناخد الايميل ده نسخ والباسورد ده نسخ اهو، اللي هو كام؟ 6 9 6 4 9 3 4 8 F. طيب هناخده نسخ كده. طيب ايه بعد كده هنعمله؟ طبعا بالنسبة للناس مش عارفة عنهم، ده الباسورد اهو وده الايميل. طيب وده الرابط اللي هنخش عليه بقى. هنخش على الرابط ده كده، هنفتح كده في المتصفح، فتح في المتصفح، هيفتح معاك بالواجهة دي، هتحط الايميل وهنا هتحط الباسورد. تمام. طبعا نحط الايميل وادي هنا الباسورد، على لحظة، وهنا كده الباسورد، وبعد كده هندوس ايه؟ على كلمة لوج ان. تمام. طبعا يا شباب كده اهو فتح معاك اهو. ده كده بقى ايه؟ لما الضحية مثلا يبدأ بقى يسجل فيديوهات، هتلاقي ناس جاله المكالمات. شوف انت مثلا حابب تستخرج، ندوس على المنيو، عندك هنا معلومات الجهاز، سجل المكالمات، تاريخ يعني مثلا نفترض نخش على سجل المكالمات، وهندوس على ينعش دي، او اللي هي هتبقى ايه؟ ريفرش. تمام. فانت هتستنى حتى نقرا هنا بيقولك يرجى السماح بمدة تصل ل30 دقيقة حتى تصبح المكالمات متاحة على هذه الصفحة. فانت هتستنى نص ساعة او اقل من نص ساعة، وبتلاقي معلومات الجهاز. طبعا ده نوع الجهاز بتاعه اهو فوق، ده اثبات عشان الناس اللي تقول ان التطبيق مش شغال. ده نوع الجهاز ريدمي نوت 9 اس. تمام. نرجع كده ونخش على معلومات الجهاز. طبعا هنا بعد اقل من نص ساعة او نص ساعة هتلاقي كل الداتا هنا. طبعا المكالمات المتسجلة والرسائل والعنوان والجي بي بس والصور والفيديوهات والتطبيقات المثبتة. ولو عايز تضيف اي حاجة تاني هتضيفها من هنا من عند وظائف اكتر دي. قبل ما اقفل الفيديو حابب اقول حاجة بالنسبة للناس اللي طلبته، او بالنسبة للناس اللي كانت عايزة انه اول ما الضحية يثبت التطبيق ويخش عليه ويعمل ده كله التطبيق يختفي. طبعا نطلع كده زي ما انتم شايفين التطبيق اختفى، يعني التطبيق مش موجود بس الصلاحيات بتاعة التطبيق موجودة. فبالتالي هو حاليا كده التطبيق شغال ان هو يدي الصلاحيات كلها للجهاز بتاعك، ان هو يسحب كل حاجة من على الجهاز التاني. تمام. بس كده دي الحاجة اللي الناس كلها كانت عايزاها. بس كده يا برو، ده كان شرح النهاردة، واستنونا في فيديو جديد.